السقف مرمر والسلالم رخام والأرضيات من أفخم بلاط العالم، مفروش عليه سجادة عتيقة تمنها ملايين الجنيهات. ده حتى عملوا دولاب مخصوص يحطوا فيه سجاير، بس دولاب من الفضة الخالصة، وقدامه ترابيزة بلياردو هي الأغرب في التاريخ، وكانت شاهدة على نصر أكتوبر المجيد. إيه حكاية قصر الطهرة ومين عاش فيه؟ سر من أسرار مصر وكنز بيحكي حكايات عبر العصور هو قصر الطهرة في سراي القبة في وسط القاهرة. القصر ده مش مجرد مبنى قديم، ده شاهد على لحظات نصر وعظمة، وشاهد كمان على قصص حب وملوك وأمراء وأسرار محدش غير القصر ده كان ممكن يشهدها. الحكاية بدأت في عصر الخديوي إسماعيل اللي بنى القصر هدية لبنته أمينة هانم، ومن بعدها ورثوا ابنها محمد طاهر باشا، ومن اسمه جت تسمية القصر قصر الطهرة. لكن الحكاية ما وقفتش لحد هنا. محمد طاهر باشا اضطر يبيع القصر، فاشتراه الملك فاروق سنة 1939 بمبلغ 40,000 جنيه، وأهداه لمراته الملكة فريدة. القصر ده تحفة معمارية رسمها أشهر معماري في العالم وقتها أنطونيو لاشيك. الراجل ده صممه على الطراز الإيطالي، فطلع تصميم هندسي رائع يخلي أي حد يدخل يحس إنه جوه لوحة فنية مش قصر. لما تدخل من البوابة الخارجية المهيبة تحس إنك عبرت عالم تاني، عالم أسطوري مليان تماثيل رخامية، والسقف مرمر ونوافير برونزية وفازات وزهريات مذهبة في كل ركن من حديقة القصر، كلها من إبداع أعظم نحاتين القرن ال19. تيجي للبهو الأرضي هناك تلاقي صالة البلياردو، بس مش أي صالة، الصالة دي في نصها طاولة بلياردو فريدة من نوعها في العالم، معمولة من خشب الأبانوس المطعم بالبرونز، هدية من ملك فرنسا لويس فيليب لمحمد علي باشا، وبعدها الملك فاروق جابها القصر. لكن المفاجأة الكبيرة، الطاولة دي مش بس لعبة، دي كانت غرفة عمليات سرية. أيوة هنا بالظبط الرئيس أنور السادات قعد مع القادة يرسموا خطط نصر أكتوبر المجيد على نفس الطاولة اللي اتلعب عليها بلياردو، اتكتبت ملاحم النصر. وجنب ترابيزة البلياردو هتلاقي دولاب السجاير الملكي، دولاب مصنوع من الفضة الخالصة عشان يتحط فيه سجاير الملك فاروق. تطلع فوق في البهو العلوي تلاقي لوحات نادرة، زخارف، نقوش، كأنك ماشي في متحف عالمي. تيجي للبهو الرئيسي، السقف المرمر معمول مربعات بتعكس الضوء بألوان عجيبة، وتحت السقف طاولة بديعة عليها شمعدانين من الفضة الخالصة، وبينهم كأس تذكاري أهداء أعيان الفيوم للملك فاروق في ذكرى زواجه. وتحت الطاولة دي سجادة أثرية منقوش عليها أول حروف من اسم محمد علي باشا، وعلى الجدران لوحتين زيتيتين عالميتين إبداع من ميكال. تروح ركن تلاقي مجموعة نابليون، تماثيل برونزية مختلفة، وعلى الكنبة من خشب الماهوجني منقوش عليها اسم محمد سعيد باشا. وبص فوق نجفة على شكل مركب شراي معمولة من البرونز والصدف. تمشي يمين تدخل الصالون العربي، تحفة إسلامية بكل تفاصيلها، السقف مزخرف بآيات قرآنية، مدفأة إيشاني كأنها لوحة، سجاد فاخر، صندوق مصحف مطعم بالصدف والعاج والفضة. بعدها تلاقي الصالون الرئيسي، فخامة مش عادية، منضدة عليها كرسي من الرخام معمول بالفسيفساء بيصور الفاتيكان ومعالم إيطالية، قطعة تخلي نفسك ما تشبعش من النظر. في قاعة الطعام الرئيسية الطراز الإنجليزي حاضر، 24 كرسي حوالين طاولة ملكية، وعلى الحيطان أطباق معمولة خصيصا للأسرة الحاكمة. أما المكتب الملكي قصة تانية، تحف أنتيكات، دولاب خشب أبانوس مطعم بالفضة، ومدفأة فوقها ساعة من البلور والأبانوس بزخارف برونزية، وساعة تانية بتحكي أسطورة من أساطير الإغريق. القصر كله مليان فازات، تحف، مجوهرات من كل العصور، كل ركن فيه بيحكي لك حكاية، كأنك ماشي جوه كتاب تاريخ مفتوح قدامك. قصر الطهرة مش مجرد قصر، ده رواية كاملة من الفن والتاريخ والسياسة، رواية مصرية أصيلة، ولسه لحد النهاردة كل ركن فيه بيهمس بسر جديد، بس مستني اللي يعرف يسمع.